المغرب في خطر. هذه ماشي مجرد جملة مكتوبة في الصورة المصغرة باش نجبدوك، هذه حقيقة كاين اللي باغي يطفي عليها الضوء. وحنا في قناة الشارع المغربي غنخرجوا الدوسي من تحت السبرديلة. وحنا كنصوروا هذه الحلقة كاين تحركات في البيت الأبيض كتقول باللي عودة دونالد ترامب للحكم ماشي مجرد فوز انتخابي، بل هو زلزال غيضرب السيستم اللي مولفاه الرباط هاد السنوات الأخيرة. ترامب اللي كتشوفوه كيشير بصبعو راه ما كيشيرش للصحافة، راه كيشير لواحد الاتفاقية سرية كانت غتوقع في عهده الأول وتأجلات. السؤال الصادم هو علاش هذا الخطر كيتزامن بالضبط مع التحركات الإيرانية اللي كتشوفوا العالم ديالها ورا ترامب؟ واش بصح كاينه طبخه كتقاد في الكواليس بين واشنطن وطهران والمغرب هو اللي غيدفع الثمن من سيادته؟ خاصك تعرف باللي التقارير الاستخباراتيه اللي وصلتنا كتقول باللي ترامب باغي يقلب الطبله على كل شيء، واللعبه بدات من نهار قرر يزور الصين في رحله غامضه. واش فراسك باللي هاد الزياره للصين عندها علاقه مباشره بميناء الداخله الاطلسي؟ بلاتي، الامور كبر من هاد الشيء بزاف. واش عارف شنو لقاو وسط الحقيبه السوداء اللي كانت مع الوفد المرافق لترامب؟ ملي كنهضروا على زيارة ترامب للصين، الصحافة العالمية هضرت على التجارة، ولكن الشارع المغربي غيقول لك الحقيقة المخبية. ترامب عرض على بكين صفقة خيالية: خليوا لكم تايوان واعطيوني السيطرة على خطوط الملاحة في المحيط الأطلسي. وهنا كيبان المغرب كحجر عطرة أمام هذا المخطط. ترامب باغي كارت بلانش في شمال إفريقيا مقابل امتيازات للصين. هاد المعلومة الاستخباراتية كتقول باللي كاين ضغط ممارس دابا على الرباط باش تتنازل على إدارة بعض المشاريع الاستراتيجية لصالح شركات أمريكية كبرى مقربة من ترامب. الخطر ماشي في الحرب، الخطر في الاستحواذ الاقتصادي اللي غيخلي القرار السيادي المغربي رهينة في يد البيت الأبيض الجديد. الملك محمد السادس اللي كتشوفوه في الصورة بالزي العسكري راه هذه إشارة مشفرة باللي المغرب مستعد لأسوأ السيناريوهات وماشي غير دبلوماسيا. واش عارف باللي الإقمار الاصطناعية المغربية رصدات تحركات غريبة في الحدود الشرقية مباشرة مورا هذا اللقاء؟ واش بدات عملية تطويق المغرب فعليا؟ علاش اختارينا صورة الملك محمد السادس بالزي العسكري في هذه المصغرة؟ هذه ماشي صورة اعتباطية. المعلومة اللي ما غتسمعهاش في التلفازة هي باللي المغرب فعل بروتوكول التأهب الدفاعي مورا تسريبات باللي ترامب باغي يراجع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كورقة ضغط باش يمرر صفقات الغاز مع أطراف أخرى. هاد الهضرة كتقال في الغرف المظلمة. ترامب كيشوف في العالم شركة، والمغرب بالنسبة ليه حليف عنيد ما بغاش يخضع لشروط اتفاقيات أبراهام 2.0 اللي فيها بنود سرية كتمس بالأمن القومي المغربي. الخطر الحقيقي هو أن ترامب باغي يفرض قواعد عسكرية أمريكية دائمة في الجنوب المغربي، والرباط كتقول لا للتبعية المطلقة. هاد لا هي اللي خلات ترامب يحرج هذيك التشيرة ديال الصبع اللي في الصورة. ولكن واش فراسك باللي كاين جاسوس داخل الحزب الجمهوري هو اللي سرب الخطة المغربية لترامب قبل ما توصل للكونغرس؟ ومنين جا هاد الجاسوس أصلاً؟ هنا كنوصلوا لواحد النقطة كتحبس الأنفاس. كاين لوبي جديد في واشنطن مول من جهة معلومة اللي العلم ديالها ورا ترامب في الصورة، كيقنع إدارة ترامب باللي قوة المغرب في إفريقيا ولات كتشكل خطر على المصالح الأمريكية. هاد اللوبي خدم بسيكولوجية عكسية: إلا بغيتي تسيطر على إفريقيا لازم تضعف الحليف الأقوى فيها. هاد الخيانة السياسية وقعت في عشاء سري في فلوريدا. المعلومة الصادمة هي أن ترامب وافق على مراجعة بعض اتفاقيات التسليح النوعية للمغرب بحال طائرات F-35 أو درونات متطورة، إلا في حالة واحدة: أن المغرب يتخلى على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا مغرب. علاش ترامب باغي يضرب هذا المشروع؟ حيت الصين باغا تدخل فيه شريك، وترامب ما باغيش الصين تحط رجليها في الحديقة الخلفية ديالو. ولكن المخابرات المغربية كانت صيادة وعارفة هذا التحرك. واش عارف شنو هو الرد الزلزال اللي وجدوه المظليين المغاربة في قاعدة بن جرير؟ في الوقت اللي العالم كيشوف ترامب وهو كيخطب، كاين تحركات ليلية في القواعد الجوية المغربية. المعلومة الجديدة هي أن المغرب بدأ في نقل تكنولوجيا تشفير متطورة جدا ما بغاش يشتركها مع الأمريكان، وبدأ كيدير تجارب مع شريك آسيوي جديد. هادشي جنن ترامب. الصورة المصغرة كتعكس هاد التوتر الجيوسياسي. ترامب كيهدد والمغرب كيرد بالصمت الاستراتيجي.
الخطر اللي هضرنا عليه هو أن أمريكا تقدر تجمد أرصدة مغربية تحت ذريعة التعاون مع جهات معادية، ولكن المغرب لعب ورقة الفوسفات بطريقة ذكية بزاف، ورقة غتخلي الفلاح الأمريكي يخرج يتظاهر ضد ترامب. واش كتعرف باللي الثمن اللي حدو المغرب للفوسفات الموجه لأمريكا طلع ب 400% في ظرف سيمانة من تحت لتحت؟ هذه هي الحرب الباردة الحقيقية اللي ما بين ترامب والرباط. ولكن حبس، واش شفتوا داك العالم الإيراني اللي في المصغرة؟ علاش محطوط تما بالضبط؟ وشنو علاقته بالدرونات اللي دخلت الجزائر؟ بزاف كيسحب ليهم باللي ترامب عدو للإيران، ولكن في السياسة عدوي هو صاحبي مؤقتا. المعلومة الاستخباراتية كتقول باللي كاين تفاهمات سرية باش إيران تنقص ضعف الشرق الأوسط، مقابل أن أمريكا تغمض عينيها على التمدد الإيراني في شمال إفريقيا لإزعاج المغرب. هذه المقايضة هي اللي خلت المغرب في خطر. الدرونات الإيرانية اللي وصلت لتندوف هي هدايا مسمومة، الهدف منها جيومتري لحرب استنزاف تخلي ترامب يجي في دور المنقذ ويفرض شروطه. الملك محمد السادس كان عارف هذه اللعبة، وباش يهرس هذا المثلث قام بزيارة غير معلنة لواحد العاصمة أوروبية قوية. واش عارف باللي هذه العاصمة عطات المغرب مفتاح تعطيل الدرونات الإيرانية عن بعد؟ هذا المفتاح هو اللي غيقلب الموازين في الفصل الجاي، ولكن الصدمة هي شكون الوسيط اللي كان كيوصل الهضرة لترامب من داخل المغرب. هذه هي الفقرة اللي غتصدمكم. المخابرات المغربية ديجيد كشفات باللي كاين شخصيات وازنة كانت كتعطي تقارير مغلوطة للقصر على نوايا ترامب، وبنفس الوقت كتعطي لترامب معلومات على نقاط ضعف في الاقتصاد المغربي. هذا الاختراق هو اللي خلى ترامب يتجرأ ويشير بصبعه بهذيك الطريقة الاستعلائية. ولكن المعلم الملك كان ديما سابق بخطوة. تم تطهير هذا المربع في صمت، والناس اللي اختفوا من الساحة السياسية مؤخرا راه ماشي صدقة. هذا التطهير خلى ترامب يحس باللي الخطة أفشلت، ودابا كيدوز للخطة باء. واش عرف باللي الخطة باء هي إغراق السوق المغربية بمنتجات فلاحية أمريكية معدلة جينيا باش يضربوا الفلاحة الوطنية. ولكن كاين واحد السر كبير مخبي في الصحراء المغربية، بالضبط في الكركارات، هو اللي غيخلي ترامب يركع للمطالب المغربية. شنو هو هذا السر؟ ماشي غير الطريق والتجارة، الكركارات مخبية تحت منها ثروة غتخلي المغرب هو سيد الطاقة في القرن 21. ترامب ملي عرف باللي الأقمار الاصطناعية ديالو لقات كمية ضخمة من الهيدروجين الأبيض في هذيك المنطقة، بغى يجي ياخذ النصيب ديالو بالبزاز. هذا الهيدروجين هو بترول المستقبل، والمغرب كيمتلك أكبر احتياطي عالمي منه حسب تقارير ألمانية سرية. هذه المعلومة هي اللي مخلية ترامب يضغط باش يغير قواعد اللعبة. الخطر هو أن أمريكا تقدر تفتعل مشكل حقوقي باش تفرض عقوبات على المنطقة وتمنع الاستخراج. المغرب هنا استعمل الدبلوماسية الهجومية وجاب الصين كشريك تقني. ترامب دابا في ورطة، واش يضرب المغرب ويخسر الهيدروجين لصالح الصين، ولا يسكت ويقبل بالمغرب قوة عظمى؟ والجواب كاين في رسالة مشفرة صيفطها البيت الأبيض للرباط البارح مع الساعة 3 ديال الصباح. شنو فيها؟ الرسالة اللي جات من واشنطن للرباط كانت واضحة وقاسية: إما أن تكون معنا في كل شيء، أو نعتبرك منافسا يجب تحجيمه. هذا الأسلوب ديال الكاوبوي هو اللي كينهجو ترامب، ولكن الرد المغربي كان صاعقا. المغرب صيفط إحداثيات لمناورات عسكرية غتكون الأكبر من نوعها، ولكن هذه المرة بمشاركة قوى غريبة ما كنتوقعوهاش. هذه الرسالة بينات باللي المغرب في خطر، ولكن المغرب هو الخطر بيدو على مصالح ترامب إلا ما بغاش يحترم السيادة. ترامب دابا كيحاول يلطف الجو بزيارة مرتقبة، ولكن بشروط مغربية. هذه اللحظة التاريخية هي اللي غتحدد واش غنعيشوا ازدهار ولا صدام. ولكن قبل ما يسالي هذا الجدل كاين تفصيل صغير في الصورة المصغرة. واش شفتوا الخلفية؟ هذيك القاعة اللي ورا ترامب، واش عارف باللي تما فين كيتخاذ القرار اللي غيغير حياتك كمغربي غدا الصباح؟ هذيك القاعة اللي كتشوفوها ورا ترامب هي غرفة العمليات في الكونغرس. تما كاين دابا قانون كيتطبخ سميتو قانون استقرار شمال إفريقيا. هذا القانون فيه بنود كتقول باللي أي دولة كتعاون مع الصين في مجال الطاقة النظيفة غتحرم من المساعدات العسكرية. هذا الشيء كيعني باللي المغرب فم المدفع. ولكن المفاجأة الكبرى هي أن الملك محمد السادس وجد بديل غيخلي هذا القانون الأمريكي مجرد ورقة محروقة. هذا البديل هو التحالف الأطلسي الإفريقي اللي غيخلي المغرب هو الباب العالي لمنتوجات 40 دولة إفريقية نحو أوروبا
بلا ما يحتاج لموافقة واشنطن. ترامب دابا كيشوف باللي المغرب ما بقاش غير حليف، بل ولا منافس سيادي. وفي هذه اللحظة اللي كنهضروا فيها كاين طائرة مغربية متوجهة لمكان مجهول باش تسينيو على اتفاقية القرن الحقيقية. واش عارف باللي هذه الاتفاقية غتخلي ثمن الديازل والليسانس في المغرب ينزل لمستويات خيالية؟ وباش تعرف شكون هي الدولة اللي غتسينيو معاها خاصك تفهم واحد الإشارة دارها ترامب في الخطاب ديالو الأخير اللي داز غير دابا. شنو هي هذه الإشارة وشكون هي هذه الدولة؟ يتابع في التطورات القادمة.